بتدور أحداث المسلسل في مدينة اسمها هواشي ومشهورة بالزراعة المتطورة، وبنشوف قد إيه المدينة متقدمة في كل المجالات، وكل السكان بيستخدموا أحدث التقنيات في الحياة اليومية وعايشين حياة هادية. لكن كل ده بيتحول ما بين يوم وليلة. في يوم بيتفاجئوا كل السكان بالسما بتتحول ألوانها بشكل غريب وبيحسوا بالخطر، وفجأة بيهجم على المدينة ضفدع ضخم جدا وبيبدأ يوجه أشعة نارية بتدمر أي حاجة بتلمسها. وفي الشارع بتهرب كل الناس وهي مرعوبة، لكن بنلاحظ طفل ماشي في الشارع بكل هدوء عكس الناس، وبيوصل لسوبر ماركت وبنشوف البياع فيه روبوت. وبنرجع للضفدع وبنشوف فريق من 5 ابطال بيتحكموا في السحر بيستعدوا لمواجهته، وبيستجمعوا قوتهم وبيهجموا عليه هم ال5 بسيوف سحريه في نفس اللحظه، وبتصيب الضفدع مباشره. لكنهم بيتصدموا بيه لسه عايش، وبيوجه عليهم هجماته الناريه بعنف بيصيب واحده منهم بشده، فبيهجموا عليه الباقيين. وواحد منهم بيلاحظ الطفل اللي كان في السوبر ماركت واقف في نص الشارع جنب المعركه وهو مش مهتم لكل اللي بيحصل، وبيفضل ينده عليه عشان يهرب لكنه ما بيسمعهوش اصلا. وفي نفس الوقت بيوجه الضفدع على المقاتل هجمه ناريه شديده لكنه بيقدر يتفاداها، وبيروح تجاه الطفل وبيشوف الضفدع بينط وخلاص هينزل على الطفل يدمره، فبينقذه المقاتل على اخر لحظه بسرعه رهيبه. وبيتصدم الطفل اول ما بيستوعب اللي بيحصل، وبيسيب المقاتل وبيطلب منه يرجع لبيته، وبيروح هو يواجه الضفدع، وبيروح يهاجم على الضفدع بكل شجاعه. وبتمر السنين وبنشوفه معمول له تمثال تمجيد ليه على هزيمته للضفدع العملاق لوحده، وانه قدر يختمه بسحره. ولكن بنعرف برضه ان المقاتل مات بعدها للاسف، وبيكون اسمه جوي منقذ هواشيو. وبنشوف التمثال في ساحه مدرسه لتعليم السحر، وبنلاحظ واحد باين عليه انه من الطلاب المستجدين ماشي بهدوء، وفجاه بيقفوا في طريقه 2 من الطلاب القدام وبيتنمروا عليه، وبيقولوا له بعدها انهم ممكن يحموه من اي اذى في مقابل انه يديهم فلوس. وبيكون الطالب هادي جدا وحتى ما اعترضش. وبيشوفوا اللي بيحصل 2 من الطلاب، وبيتعصب واحد منهم جدا وبيكون هيتدخل، لكن بيهديه صاحبه وبيقول له يستنى. وفي نفس اللحظه بتوصل هجمه ناريه عند الاتنين المتنمرين بيقعوا على الارض من شدتها، وبيتفاجئ كل الطلاب ان بنت من فوق المبنى هي اللي عملت كده لانها بتكره التنمر والمتنمرين، وبيكونوا كلهم مبهورين بيها وبقوتها. وبيقول واحد انها طالبه مستجده برضه لكنها معروفه بقدراتها السحريه واسمها سون. وبيقوم واحد من المتنمرين وهو متعصب وبيتحداها انها تواجهه من قريب، فبتستخدم سون قدرتها على الطيران وبتبقى قدامه في لحظه، فبيتوتر هو وصاحبه جدا وبيهربوا في ثواني. وبتتقدم بعدها للطالب اللي ساعدته وبتعرفه بنفسها وبتمد ايديها علشان تسلم عليه، لكنه بيفتكرها بالطلب بالفلوس علشان حمايتها ليه، وبكل سذاجه بيقدم لها الفلوس وبيشكرها وبيمشي بهدوء. وبيتصدموا كل الطلاب من اللي عمله، واضح انه ما يعرفش مين دي اصلا، وبتقف سون وهي محرجه جدا من اللي هو عمله. وبيدخلوا بعدها كل الطلاب المستجدين، وبيظهر لهم تجسيد لجوي كانه بيكلمهم وبيشرح لهم الاختبارات اللي هيمروا بيها عشان تظهر مهاره كل واحد فيهم. وبتبدا بعدها الاسماء تتنده، وبيتفاجئوا كل الطلاب ان معاهم طالب مستجد لكنه راجل كبير في السن، وبيتنده اسمه وبيتقدم لبوابه، وبتبدا الدنيا تضلم، وفجاه بيظهر له تجسيد ضخم للضفدع العملاق اللي هزمه جوي، فبيترعب الراجل وبيقع على الارض من الخضه. وبيكونوا الطلاب شايفينه على شاشه عرض ضخمه وبيترعبوا هم كمان، وبيطمنهم مسؤول التدريب انه لو قدر يتصرف صح عمره ما هيتاذي. وبالفعل بيتشجع الراجل وبيهجم عليه بكل قوته، لكن بيصدوا حاجز قوي جدا بيوقعه على الارض، فبيخرج للصف العادي. وبيدخل الطالب اللي بعده وبرضه ما بيقدرش يواجهه وبيروح للصف العادي، وبيدخلوا الطلاب كل واحد في دوره وبيبداوا يتقسموا ما بين صف عادي وصف النخبه على حسب مدى قوه الضربه، وبيكونوا من ضمن اللي دخلوا النخبه تشين وهاو. وبننتقل لاوضه بعيده وبنتفاجئ بالضفدع الحقيقي اللي جوي ختمه لسه عايش وحاسس بكل الهجمات اللي بتحصل، وبيتكلم وهو متعصب انه هيمتص قوه كل الطلاب وهيقدر يحرر نفسه في يوم من الايام. وبيجي الدور على سون وبتضرب الضفدع ضربه شديده جدا، بيتصدم مراقب الاختبار وكل الطلاب من قوتها وبتحقق رقم قياسي، وبتخرج بفخر وسط كل الطلاب اللي بيهنوها، ولكنها بتتفاجئ بنفس الطالب برضه مش مهتم لكل اللي بيحصل، وبيبدا يتقدم بهدوء لان جه دوره، وبيشوفوه كل الطلاب على انه ضعيف، وبنعرف ان اسمه لينج. وبيدخل لينج لكن اول ما بيشوفوا الضفدع بيترعب وبيتكلم انه مستحيل يكون هو. وبنرجع بالاحداث ليوم ختم جوي للضفدع، وبنتفاجئ ان في الحقيقه الطفل هو اللي انقذ جوي من الضفدع وهجم عليه بقوه وثبات دمره بكل هدوء، والطفل ده هو لينج. وفي الوقت الحالي بنشوف لينج وهو هيهجم على الضفدع، وبيترجى الضفدع ما يهجمش عليه لانه كده هيدمره. وفي نفس الوقت بيكون لينج بيحاول ما يستخدمش قوته الحقيقيه، لكن بالرغم من كده بتكون الضربه شديده جدا لدرجه ان شاشه العرض بتتقفل لحظات، وبيظهر بعدها مدى قوه الضربه، وبيتصدموا كلهم انه رقم مهول عمره ما ظهر على الشاشه على مدار كل السنين. وبينزل مسؤول الاختبار وهو بيجري وبيشوف تجسيد الضفدع مرمي على الارض،
وبيروح له وبينهار جنبه، ما بيبقوش فاهمين هو زعلان ليه. لكن بيقوم بعدها المسؤول وبيقول للينج انه هيروح لصف النخبة. وبيبدأ الدرس الاول وبنشوفهم في فصل، وبتبدأ المعلمة تعرفهم بنفسها وبيكون اسمها بان، وبتعلمهم تعويذ الاستحضار، وفي النهاية بيبدأوا كل واحد فيهم يحاول، وبتكون كل المحاولات مقبولة، وبينبهروا كلهم كالعادة باللي بتعمله سون وباستحضارها، وبيكون عبارة عن هيكل عظمي الكلب لطيف. وبتلاحظ المعلمة ان لينج ما حاولش، وبتفتكر انه ما فهمش شرحها، ولكن في الحقيقة بيكون خايف من اللي ممكن يستحضره لو حاول، لكنه بيضطر يستحضر، وبيتصدموا كلهم انه استحضر الضفدع الحقيقي، وبيترعبوا كلهم، وبيتصدم الضفدع انه مش عارف يخلص من لينج، وبتهجم عليه المعلمة بتعويذة باستخدام استحضار سون، فبيتحول الضفدع لخليط ما بين الكلب والضفدع، وبيحبوا كل الطلاب شكله لطيف. وبينسحب لينج وبيخرج بهدوء، وبتلاحظوا المعلمة وبتحس في حاجة غريبة. بنرجع بالاحداث للماضي في مستشفى، وفجأة بيحصل انفجار شديد في أوضة العمليات، وبيكون قدامها واحد مرعوب من اللي بيحصل لان زوجته بتولد جوه، وبتخرج الممرضة وهي مخضوضة جدا، وبتروح للراجل وبيفتكر من شكلها ان الطفل مات، لكنها بتقول له وهي مصدومة ان ابنه نزل من بطن زوجته لوحده بيحبي. وبيتصدموا بالطفل خارج عليهم من أوضة العمليات، وبيبقى بيمشي كمان، وبيقع الأب مغمى عليه من صدمته، وبنعرف ان الطفل ده هو لينج. وبننتقل بعدها للبيت، وبيقرروا والده ووالدته يقدموا له سيف قتال تنانين كهدية ليه بالرغم من صغر سنه. وبنشوف ان لينج هادي هدوء غريب من طفولته، ما بيظهرش اي ردة فعل. وبتمر السنين، وبيلاحظوا والده ووالدته قوته الخارقة، وبيحاولوا يسيطروا عليها ويساعدوه يخفيها عشان بس يقدر يعيش حياة طبيعية زي باقي الأطفال في سنه. وبالرغم من كده مش دايما بيقدر لينج يسيطر على قوته، وحتى أحيانا بتخرج منه من غير ما يلاحظ، لحد ما وصل لينج لسن الشباب وبدأ يحس بالضغط اللي مسببه لأهله، فقرر يروح لمدرسة السحر. وبننتقل مع لينج للمدرسة، وبنشوفه هو بالفعل بيحاول يتجنب كل الاشتباكات حفاظا على سلامة اللي حواليه. وبيكون في زي انتخابات، وبتكون سون في فريق ضد تشين وهاو، وبنعرف انها غنية، وبيبدأوا الحراس بتوعها يقدموا رشاوي للطلاب علشان ينتخبوها، وبيتضايق تشين وهاو جدا، لكن بيتكلم لينج بلا مبالاة انه هيديها 5 أصوات لو بس اخد 5 علب من النودلز، وبالفعل ده بيحصل، وبتستخدم طريقتها الخاصة وبتخلي كل الطلاب يحبوها، لكنها بتلاحظ اختفاء لينج فجأة. وبيروح الحارس وبيقول لها انه صوت بصوت واحد بس، وساب لها حبة من اللي بتتحكم في الطاقة اللي كانت بتجبر والدته ياخدها. وبينتقلوا بعدها كلهم للفصل، وبيدخل لهم اللي كان مسؤول عن اختبارهم، وبيكون معلمهم الجديد، وبيبدأ يتكلم معاهم عن فنون الإغواء. وبتتوتر سون جدا لأنها استخدمت الفن ده على الطلاب علشان ينتخبوها، وبتفكر انه بيقرأ أفكارها. وبيكمل المعلم شرحه وبيحكي لهم عن أول ساحر استخدم الفن ده. وبتلاحظ سون ان لينج مركز معاها، فبتتوتر زيادة على توترها، لكنها بتحاول تتعامل عادي، لكن بيشاور لها لينج انها تاخد الحبة اللي سابها لها، فبتفتكر انها ممكن تزيد من قوتها السحرية، ولكن اول ما بتاخدها بتتعب جدا وبتفقد سيطرتها على تعويذة الإغواء، وبيفوق الطلاب كلهم. وبيطلب منها المعلم انها تقوم تشرح اللي كان بيقوله، وبالفعل بتقوم، لكن بيكون باين عليها الإرهاق الشديد، وبتتعب، لكن بيلحقها لينج على آخر لحظة. وبعدها بيعلن المعلم الناجح في الانتخابات، وبيكون تشين وهاو. وبنشوف المعلم بعدها واقف في شباك مكتبه وبيتكلم في التليفون، وهو بيشوف كل الطلاب وبيحكي عن القوة الغير طبيعية اللي ملاحظها. وفجأة بننتقل لبلكونة، وبنتفاجئ بجوي واقف فيها بشكل طبيعي وهو حي. وبننتقل بعدها لسون في بيتها وهي متعصبة جدا، وبتفكر ان لو لينج كان عايز يأذيها لساعدها وصوت لها في البداية، وبتتعصب اكتر انها بالرغم من كل ده مش قادرة تبطل تفكير فيه. وتاني يوم بنشوف كل الطلاب رايحين للمدرسة وبيجهزوا لمادة صنع الحبوب، وبيكون تشين جايب معاه قدر ضخم جدا كان بيستعمله جده من سنين، وبيتكلم مع هاو ان بالتأكيد سون هتنبهر بيه اول ما تشوفه. وبتوصل سون مع عدد كبير من الحراس اللي حرفيا بيفرشوا لها الارض علشان تمشي عليها، وبيشوفها تشين وبيروح يكلمها، لكنها مش بتكون شايفاه اصلا، وبيتصدم بيها بتنده على لينج. وبيلتفت لها لينج وبيستغرب قد ايه هي متيمه بيه، وبيلاحظ وجود علامه لتعويذه الاغواء ظاهره فوقيها، فبيفكر انها ممكن تكون اتصابت بيها من غير قصده، فبيقدر يوقف مفعول التعويذه، وبالفعل بتفوق سون، وبيمشي لينج وبيسيبها في صدمتها وهي مش مستوعبه اللي بيحصل. وبتبدا ماده صنع الحبوب مع المعلمه بان، وبتقول لهم عن الخطوات بالتفصيل ولكن بسرعه رهيبه. وبالرغم من كده بيبدا الطلاب في المحاوله، وبيستخدم كل واحد فيهم ادواته الخاصه بطريقته، وبيتبعوا كل التعليمات، ولكن فجاه بيحصل انفجار شديد جدا، وبيكون بسبب القدر الضخم بتاع تشين. وبتروح له المعلمه وبتقول له ان اصلا فكره القدر الضخم مش مناسبه من البدايه، فبينهار وبيخرج من الاوضه وهو بيجري زي الاطفال، لكن محدش بيهتم وبيكملوا اللي بيعملوه عادي جدا. ولما بيخلصوا بتقول لهم المعلمه ان الحبوب هتظهر بعد 7 ساعات، وانهم هيرجعوا لها تاني وقتها. وبتفضل القاعه كلها ما بيفضلش غير الكلب بروح الضفدع، وبنشوفه
بيشوفه ناوي على شر وعاوز يدمر كل محاولاتهم، ولكن قبل ما يعمل اي حاجه بيتفاجئ برجوع لينج، فبيهرب بسرعه جدا وبينط من الشباك وبيحصله لينج، وبنلاقيه دخل للدور التاني وفاكر انه قدر يهرب منه، لكنه اول ما بيلف بيتصدم بيه في ظهره وبيترعب منه جدا. وفي الملعب بنشوف تشين وهو بيجري بسرعه مهوله من عصبيته ورعبه، وبيفكر في نقاشه مع والده قد ايه اترجى عشان يسمح له ياخد القدر، وبيكون هيموت من الرعب ومن اللي هيحصل فيه لو والده عرف انه اصلا فشل في الاختبار. وبننتقل لهو وهو ماشي جنب القاعه وبيتصدم بلينج خارج بالقدر بتاعه، فبيتعصب جدا وبيتوتر لينج وبيسيب القدر على الارض وبيقول له انه هيشرح له. وبنرجع لتشين وهو خلاص تعب من كتر تفكيره، للاسف بتبدا نفسه الشريره تتحكم فيه وبيقرر انه هيروح يفسد كل تجارب زمايله. وعند لينج بيكون حكى لهاو كل اللي حصل وانه كان بينقذه من الضفدع لكنه مش بيصدقه نهائيا، وبيصوب عليه مسدس سام في ايده فبيتفاداها لينج، وبيكون تشين وصل عندهم فهو اللي بيتصاب وبيقع على الارض فاقد الوعي في لحظه. وبيتصدم هاو اول ما بيشوف اللي عمله وبيكون هيموت من الرعب، وبيحاول لينج يساعد تشين لكن بيروح له هاو وبيشيلوه سوا وبيدخلوه للقاعه، وبيعرض عليه هاو يساعده في تخليص تشين من السم مقابل انه يسامحه على محاوله سرقته للقدر. وبيكون لينج تعب من النقاش معاه فبيوافق وخلاص، وبيبداوا هما الاتنين يدوروا على تعويذه التخلص من السم، وبالفعل بيوصلوا لها وبيبداوا في تنفيذها وبيسيبوها في قدر هاو عشان تجهز لوقت. لكن فجاه بيتصدم هاو اول ما بيستوعب ان المعلمه بان والطلاب قربوا يرجعوا للقاعه، وبيكون هيفقد اعصابه من كتر التوتر. وفي نفس الوقت بيرجع الضفدع تاني وبيكون هيلتهم قدر هاو لكنه بيشوفه وبيختمه بسرعه جدا. لكن بيستغرب هاو لينج ان بشكل ما القدر سخن اسرع كتير، فبيثبتوا الضفدع وبيسالوه، فبيعترف لهم وهو مجبر انه قادر بقواه الروحيه انه يتحكم في سرعه الوقت. فبيفكروا الاتنين في نفس الفكره، وهي انهم يستغلوا قوته في تسريع مفعول القدر، وبالفعل بينجحوا. وبيقرر هاو يجرب مفعول حبه الاشفاء الاول على الضفدع، وبالفعل بيسموا وبعدها بيرجع يفوقوا بالحبه وبتنجح. لكن في نفس اللحظه بيسمعوا صوت خطوات المعلمه والطلاب وهم بيقربوا من القاعه، فبيقرر هاو يخرج يعطلهم ويسيب لينج يتعامل. واول ما بيخرج بتستغرب المعلمه من وجوده جدا وما بيقدرش يمنعها من الدخول، وبيترعب هاو لكنهم اول ما بيدخلوا بيلاقيهم اختفوا وكل حاجه طبيعيه. وبتروح المعلمه القدر هاو اول واحد وبيحاول يترجاها تستنى لان كده تجربته مش موجوده، لكنها بتفتح القدر وبيتفاجئوا كلهم بوجود حبه ذهبيه كامله. وبيفكر هاو وهو متفاجئ ان لينج ضحى بالحبه بتاعته وحطها في القدر عنده، وبيكون ممتن ليه جدا. وبيشوف المعلمه راحت للينج ولقت الحبه بتاعته متفحمه وفشل لينج في التجربه. وبيفكر هاو وهو بيشوف اللي بيحصل ان لينج لقى حبه متفحمه في قدر تشين اللي انفجر، وقرر يستخدمها كانها بتاعته عشان المعلمه بتشكش فيهم. ولكن في الحقيقه بتكون الحبه في قدر هاو هي نفسها اللي هو صنعها بنفسه، وان لينج تجربته اصلا هي اللي فشلت واتفحمت. اما في قدر تشين الضخم فلينج خبى تشين فيه بعد ما راح مفعول السم ونايم بكل هدوء. وبعد وقت بيفوق تشين بيلاقي نفسه في جنينه مع لينج وهاو، وبيقول له هاو انهم لقوه نايم على الارض فقرروا ياخدوه معاهم. وبيفتكر تشين انه حرق قدر العيله وبيكون هينهار، لكن بيطمنوا هاو انهم جابوا القدر كمان وقدروا يصلحوه. فبيفرح تشين جدا وما بيكونش مصدق نفسه وبيحضن لينج وبيشكره هو وهاو جدا. وتاني يوم في الفصل بيتفاجئ لينج بسون رايحه تكلمه بيبان عليها برضه الاعجاب الشديد. وعلى بابنا قصاد المدرسه بنتفاجئ بقناص وواحد تاني معاه مقنعين بقناع على شكل ارنب وبيستهدفوا سون، وبيتواصلوا مع واحده في مكان مليان شاشات مراقبه ولابسه نفس القناع، وبنعرف انها زعيمتهم وهي اللي امرت بقتل سون. وعند سون بتصدم لينج بطلبها منه هي انه عايزاه يحبها. وفجاه بيلاحظ لينج القناص، واول ما بيشوفه بيحس القناص بشعور غريب وبيتعب للحظات، لكن بتأمرهم الزعيمه يخلصوا على سون. وعند سون بتعيد سؤالها على لينج وما بيبقاش عارف يجاوب من صدمته، وبينقذه من الموقف المحرج ده المعلم لما دخل وطلب منه يروح وراه. وبتمشي سون من مرمى القناص وما بيقدرش يصوب. وبيروح لينج مع المعلم لمكتب وبيقابل جوي وما بيتفاجئش انه عايش، وبيكلموا جوي انه هو الطفل اللي قتل الضفدع العملاق بضربه واحده واختفى. وما بيبقاش لينج عارف هو عايز منه ايه، لكن فجاه بيترجى جوي انه يتدرب عنده عشان يكتسب من خبراته. فبيستخدم لينج تعويذه النسيان في اللحظه وبيخليه ينسى مواقف معينه، وبيخرج من المكتب بكل هدوء. وتاني يوم بيصحى لينج في بيته، واول ما بيفتح شباكه بيتفاجئ بسون مع حراسها قدامه وبتسلم عليه، فبيتجاهلها وبينزل يفطر مع اهله، وبيتصدم بيهم بيقولوا له انه لازم يخرج بسرعه لزميلته اللي مستنياه. وبعدها بيخرج لينج وما بيبقاش قدامه خيار تاني غير انه يروح معاهم. وبنشوف القناصه بيراقبوهم من فوق جبل عالي، وبتأمرهم الزعيمه انهم يتتبعوهم. وبيوصل لينج مع سون المكان جميل جدا، وبيكون متوتر جدا من طريقه سون العفويه بزياده. وبيبداوا يتفرجوا على المكان، وعند الحراس بنتفاجئ ان القناصين قتلوهم كلهم. وبيوصلوا بعدها لسون ولينج وبيصوب واحد منهم عليها، لكنهم بيتصدموا بلينج مسك
الطلقة بسنانه وردها عليهم بعنف شديد جدا، واختفى هو وسون اللي بتتعامل بلا مبالاة عجيبة جدا. وبيستمروا في انهم يحصلوهم، وبيستمر لينج انه يواجههم لحد ما بيتعبوا جدا. وبيقرر سون ولينج يركبوا العجلة الدوارة، وبيكون جوي موجود وبيشوف القناصين وهم بيمسكوا في العربية بتاعتهم، فبيعرف ان لينج في خطر. وبيفضلوا افراد العصابة موجهين المسدس عليهم، فبتقوم سون وبتقف قصادهم وبتقول لهم يقتلوها بس يسيبوا صاحبها يمشي. وفي نفس اللحظة بنتفاجئ بوصول باقي فريق جوي الخارق، ولكن بيقوم لينج بكل هدوء وبيمسكهم بقوته السحرية وبيرميهم كأنهم مجرد دمى. وبيشوف جوي اللي حصل وبيكون منبهر من قوته اكتر واكتر. وعند لينج بيطلب من سون انها توعده ما تجيبش سيرة باللي هي شافته وبتوافق فورا. هنستناكم تقولوا لنا تتوقعوا ايه اللي هيحصل في البطل بتاعنا، وقولوا لنا لو عايزين الجزء الجديد. ودمتم سالمين.